السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله دائما تكونوا بخير وعلى خير. وشوفوا معايا هاد الطاجين ما شاء الله تبارك الرحمن. وسمحوا لنا الا كنشهيوكم خيركم في داركم. كنشاركوا معكم الشيء اللي كنديروا كما كان قليل كتير كنشاركوه معكم. انا واحد الطاجين مغربي، خليكم معنا، وخبيز والعصير، شي حاجه بسيطه ما فيه شي حاجه اللي شي تكاليف. المهم خليكم مع الفيديو. هنا عندي شويه البطاطا والبصله والجلبانه وخيزو. ومهم غادي نديرو طويجين مغربي بشويه ديال الدجاج. جبت هنا عندي واحد 20 درهم ديال الدجاج. المهم هنا رقدته في الحامض والملحه، وعاد نزيد عليه واحد شويه ديال سكينجبير باش كيبقى مرقد مزيان، كتحيد منه ديك الزفوره. وما نساوش نزينوا الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على النبي العدنان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وهنا عندي شويه ديال الخيزو، درت نديرو غيتسلق واحد نص سلقه. هنا واخا غندير به العصير كيعجبني ندير فيه شويه الملحه، شويه الملحه ماشي بزاف. هو غندير به العصير ولكن انا كيعجبني ندير فيه الملحه باش ما يتسلقش باسل. الدجاج بعد ما غسلناه ورقدناه، حطيت شويه الملحه والحامض والسكينجبير. غادي ندير ليه الشرموله عفوا. عندي شويه قزبر معدنوس، عندي شويه الثومه، جوج ضريفات ديال الثومه، عندي واحد شويه سمن حار ديال الاكل. عندي هنا سكينجبير خرقوم، شويه البزار وشويه د الملحه. كترش الملحه لان الدجاج مغسول بالملحه. هنا عندي واحد العصا الحامض. هنا غادي ندير واحد غادي تنشاركو معكم حامض مسير. الفرق بين الحامض مسير والحامض مخلل تيكون في الماء. هذا ما تيديرش ليه الماء، هذا مسير. ما عليناش كل واش نجيب لي. عندي واحد اخر منقط في الماء، هذا مسير. نشوفوا الا فيه شي عدمات نحيدوهم باش ما يطلقوش لنا المروره. نزيدو هنا واحد شويه الماء، هنا غير شويه الماء غير باش نطلقوا هاد الشرموله. هاهي انا كنخدم بيدي، تقدروا ديروا الليبات ديروا. انا غنخلط هادشي وغادي نشوف الدجاج بيدي نخليو فيه هاد الشرموله. ما تعجبني الدجاج مشرمل، واخا في الطاجين واخا في كلشي الدجاج كيتشرمل تيجي زوين. نشفو باش تدخل ليه الشرموله مزيان. كنفلحوه واحد شويه من هكا. النص ما بقاش ناضح. هذا طريقه الصدر حتى هو. هذا اول ما كيبغي يتصيب تدخل ليه الشرموله مزيان. هاهي الشرموله هادشي مزيان. نشجعونا الله يجازيكم بخير. سمحوا لنا على الصداع. جينا على الزنقات الهضره، اللي غادي تيغني، اللي غادي تيهضر في التليفون، اللي غادي تيقول شي هضره كنسمعوها حنا. المهم غادي نخلي هادشي مرقد، نقدوه مزيان، نشرملوه مزيان ونرقدوه. كما قلت لكم انا ما تنديرش الزيت في الشرمولات كاملين، لا الدجاج لا الحوت، ما تنديرهمش دائما. الا كتشوفوا الوصفات ديالي ما تنشرملش انا بالزيت، تنديرش الزيت في الشرموله باش كيدخل ليها مزيان. وكل الطريقه ديالها المهم نشاركو معكم وصافي. عرفتونا في المواقع حسن نحطو ما نهضروش على القناه، كنبغيو نشاركو معكم اي حاجه درناها. المهم ها هو نخليه نشرمو، خليه مرقد ساعه ساعتين نص ساعه على حسب الوقت اللي عندكم. شوفوا هاد الطاجين غسلته بديك الوصفه اللي كنت درت معكم، مازال ما حكيتوش مزيان غير دوزت عليه.
نقى حتى شحال هذا راه غسلت به الطواجن. واحد الوصفه واحده اخرى. من بعد اخر وصفه اللي شاركت معكم راه زوينه فعاله، البوطات الماعن هادشي الطين، المهم اي حاجه راه زوينه. الزل اللي حكيت به الزل الفايله زوين 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 بزاف، تحيد ديك التعلاك وداكشي اللي كيكون قديم. هانتوما راه شاعل على الطاجين خاوي ما فيه حتى شي حاجه. تيسخن عاد تيسخن شويه ونكملوا معكم. هانتوما تسخن شويه، ندير لهم شويه الزيت، الزيت اللي بغيتو توفر عندكم. غادي نديرو هنا شويه ديال البصله، غادي نديرو شويه ديال المليحه، غير شويه تقلع من البصله شويه، غير شويه زيت سخون الطاجين. عاد نديرو الدجاج. غادي نضيفو الدجاج، نديرو الدجاج نقليوه شويه، هاد الشرموله راه غادي ندير فيها الخضره هادي. طريقه الخبز اللي كيكون فيها الجهه الخليطه تقطع على هذا الشكل، كنفرشوا دائما الطاجين باش ما يحرقش، ما كتوصلش الحراره. وهنا عندي بصله دبابر حتى مفرومه، تقلى مزيان. قلات هذه البصله مزيان، نشوفو هنا عرفتوا واش كتشوفوا ولا ما كتشوفوش. المهم هنا كندير هنايا هذا الخيزو اللي وريتكم قبيله، ها هو قطع هنا، كنفرشو تحت اللحم كما كان اللحم، دجاج، حوت، اي حاجه تنديرها بالطريقه هذه باش ما كيتحرقش، ما كيوصلوش داك الحرق ديال الطاجين. واخا انا الطاجين عندي ليه حديده، نديرو عليه بصيله ونرد هاد الطرف هنا. هاد البصله اللي بقات هنا كنديرها من الفوق، نتمنى يكون واضح لكم. نتوما نفرش له ديك الخيزو والبصله، هاد الخضره غادي نستفها هنا، ديروها كما بغيتو بطريقه. نجيب هنا هما
طواجين مغربي ديال البراوش، حاطه في الزوج البانه. هاد المريقه غادي نديروها هنا، غادي نزيدو واحد شويه ديال المريقه. هاد المرحله غادي نجهدو النار حتى يغلى الطاجين ونقصو به. هنا غادي نديرو واحد الخليط ديال الزيت، زيت الزيتون، وكيبقى على حسب المتوفر اللي متوفر عندكم. متوفرش ديروا اللي كاين نتوما. نديرو شويه العصير، ندير واحد 2 بنانات وشويه المنطارين. غادي نطحن المنطارين ونطحنهم، ندير عصير عادي، عصير باش يغلق. غادي نقصو عليه البوطه على المهل ويطيب على خاطرو. وهاد الطاجين ديالنا بعد ما طاب ما كياخذش بزاف ديال الوقت. الخضره ديال هاد الوقت راه دغيا كطيب والدجاج دغيا كيطيب. المهم غادي نخليوه غير يشرب شويه المرقه، ما يبقاش هكا فيه المرقه بزاف، وشويه ونطفيو عليه. ودابا غادي نصايبو معكم العصير اللي قلت لكم. انا عندي المنظرين طحنته مع شويه ديال الماء وسنيده وضفت عليه داك خيزو. هنا عندي واحد 2 بنانات، تقدروا تضيفوا عليهم ياغورت، تقدروا تضيفوا اي اضافه اللي بغيتو نتوما، اي فاكهه بغيتو، المونغ ولا المشماش ولا اللي متوفر عندكم كيجي زوين. وهذا هو الغدا ديالنا، خبيز العصير والطاجين كيف ما شفتوا. واللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال يا رب. اسمحوا لي لا طولت عليكم، وكنشكركم على التتبع ديالكم والاصغاء ديالكم والحب ديالكم والوقت اللي كتعطيونا من وقتكم، ولو وقت قليل، وكلمات شكر قليله في حقكم. نتمنى نكون دائما عند حسن ظنكم وما نكونش كنتقل عليكم ونكون خفيفه على قلبكم. المهم هذا هو الغدا ديالنا، وبصحه وراحه. وانا حتى لهنا تنقول لكم خليت لكم راحه الله، والى فيديو قادم باذن الله. دمتم سالمين دائما، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.